السلام عليكم. هعمل بطاطس مقرمشة في الفرن، اسمها ويدجز او ويجز، مشوية في الفرن. بتكون سهلة وبسيطة خالص. معايا كمية البطاطس اللي انت عايزاها. هنا معايا كيلو من البطاطس، ربع كوباية من الزيت، معايا توم باودر، ملح، فلفل اسود، بابريكا، زعتر، كمون، كزبرة ناشفة. معايا كيلو من البطاطس. همسك البطاطساية اغسلها كويس جدا، وطبعا هعملها بقشرها. في بيقشروها لكن القشر لما بيخش الفرن بيقرمش، بيكون طعمه كويس. دلوقتي كل نصين هقسمهم كمان الاربع تربع، والاربع تربع كمان لربعين، وبتطلع معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا ميه مغليه على النار، وهنزل عليها بشويه ملح، وهنزل عليها بالبطاطس اللي انا قطعتها زي ما انتوا شايفين. طبعا الميه كانت بتغلي، وهنزل بالبطاطس يا دوبك تقعد 4 دقايق بس وهي بتغلي، واشيلها على طول. وبعد كده هصفيها كويس جدا من الميه، وما تحطهاش تحت ميه ساقعه علشان ما تبص منك. زي ما انتوا شايفين بصفيها كويس جدا بالصفايه. وبعد كده هجيب كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها، وهنزل عليها بربع كوبايه الزيت، واقلبهم كويس. وبعد كده هغرق بيهم البطاطس زي ما انتوا شايفين الدخان طالع منها. اوعي تحطيها تحت ميه ساقعه علشان ما تبص منك، الفوائد بتاعتها كلها هتروح. زي ما انتوا شايفين نزلت بالتتبيله بتاعتها واقلبها كويس جدا. وهكون مولعه الفرن طبعا على درجه حراره 200. هي هتيجي تحت الشوايه، عايزه تولعي فوق وتحت تمام. انا يعتبر البطاطس مستويه معايا حوالي 80%. زي ما انتوا شايفين رصيتها في الصينيه وادخلها تحت الشوايه، بس منزله الرف لتحت علشان تاخد التحميره الحلوه والقرمشه الجميله ديت. زي ما انتوا شايفين خلصت احلى بطاطس مقرمشه في الفرن. سميها ويدجز ويجز. هي عباره عن سناك من البطاطس او مقرمشات بطاطس ولذيذه في الفرن. جربيها مش هتاخد منك وقت خالص. ودي بتحطيها جنب اي اكل، وعامله لها صوص من المايونيز والباربيكيو. ممكن تعملها كمان من الكاتشب والمايونيز، بس بيكون حلو قوي ولذيذه، وهتاكلي احلى بطاطس مقرمشه في الفرن. عايزه اقولك ان قشر البطاطس هنا مدي طعم حلو جدا وقرمشه حلوه قوي. جربيها جنب اي اكل. الاول مره اشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس، وتستنيني فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.